عسلامة ومرحبا بكم في طاولة ثاني نهار من شهر سيدي رمضان. اليوم عملت معاكم نواصر بالعلوش وشوربة بالعلوش زادا كيف سبقت وشاركتها معاكم في الفيديو قبل هذا. عملت سلطة المشوية وهذا طاجين ملسوقة. شوفوا كيفاش زينتو، تابعوني باش تشوفوا طريقة التحضير. باش نحطوا زيت زيتونة نخليوه يسخن شوية باش نقليو فيه قرون الفلفل، وبعد نكملوا الزيت بدا يسخن صايي نحطوا قرون الفلفل نتقلاو. اول حاجه باش نحطها هي 3 مغارف طماطم، مغرفه صغيره هريسه عربي، مغرفه ناقصه شويه فلفل احمر، الملح بالطبيعه حسب كل واحد كيفاش ياكل. انا بالنسبه لي هوني مغرفه صغيره، ومن بعد نزيد نملح النواصر بشويه ملح، العجينه هكاك تولي تجي الملح نتاعها قد باش نحط قمص وباش نحط الحل بالطبيعه. بالطبيعه نحرك المكونات الكل مع بعضها. باش نحط راني وتوا باش نمرقها. نهرس شويه ثوم باش نزيدو عليها. توا باش نعملو بعضنا طاجين. هذايا السكالوب طيبتو حطيت له تابل وكرويه كركم بصل وزيت. ما نحطش الملح على خاطر انا باش نفوحو بالجبن المالح نتاع باجا، والجبن المالح مالح برشا معناها، دونك ما نحطش معاه ملح. وعندي 5 كعبات عظم نحطهم، ونزيد نحط الجبن هذا، باش نحط المعدنوس نعمل فوقها معصرة قارص، وتوا نخلط كله مع بعضه. عندي المول الفخار هذايا، توا باش ندهنو انا بالزبده الذايبه، باش نحط فيه الملسوقه. نحط 2 كعبات ملسوقه من لوطه، وعلى جناب نحط كل جنب نحط فيه كعبه. من بعد باش نوريكم كيفاش نكمل نزينو. هذيك الطبقه الاولى. هنا باش نحط الطبقه الثانيه كيف ندهنها بالزبده هكا. هذه النواصر توا باش نحطها تفور، باش نحط لها مغرفه زيت، نزيدها شويه ونحطها تفور من الاول 15 دقيقه، ومن بعد نبدا نمرق فيها بالصوص. ولهنا المنيو نتاعنا حضر كما وريتكم في البدايه. هاكا هذه النواصر نودكم ونشهيكم. هذه الشوربه وهذاك الطاجين. ما خلطش باش نصور معاكم طريقه التزيين نتاعو، اما راهي سهله. من الفوق تاخذ ورقه نتاع ملسوقه وتقصوها شرائح وتحطوا عليها شويه زبده وتخليوها وشهيه طيبه.